لما بنتكلم عن ماري سيليست، احنا مش بنتكلم عن سفينة غرقت، احنا بنتكلم عن سفينة عاشت ومات كل اللي عليها في ظروف خلت العقل البشري يقف عاجز عن التفسير. سفينة عليها 1701 برميل كحول صناعي، قادرة جدا إنها تعمل انفجار رهيب لو ولعت، ومع ذلك محصلش أي انفجار. اختفى 10 أشخاص في سكوت تام، مفيش جثث، مفيش آثار، مفيش تفسير. السفينة ماري سيليست لقوها ماشية وسط المحيط الأطلسي لوحدها. السفينة كانت سليمة، حمولتها كاملة، المؤن اللي عليها تكفي 6 شهور. كل حاجة على سطح السفينة كانت طبيعية جدا، ما عدا حاجة واحدة بس. طاقم السفينة المكون من 10 أفراد اختفوا من الوجود. المشهد ده مش مشهد في فيلم رعب، دي حقيقة حصلت فعلا سنة 1872. سفينة ماري سيليست بقت أشهر لغز بحري في التاريخ البشري كله. السبب مش بس إن 10 أشخاص اختفوا، لكن لأن ظروف الاختفاء نفسها مش منطقية نهائي. السفينة كانت سليمة، البضاعة ما اتسرقتش، مفيش أثر لعنف ولا معركة ولا حريق. كل حاجة بتقول إنهم أخلوا السفينة بإرادتهم وبسرعة، بس ليه؟ وراحوا فين؟ وليه ما رجعوش؟ اللي بيخلي اللغز ده مختلف فعلا إن كل الأدلة موجودة وكل التفاصيل موثقة، لكن الصورة الكاملة برضو مش واضحة. انت بالظبط كأنك معاك كل قطع البازل ما عدا أهم قطعة. ايه اللي حصل لل10 أشخاص اللي كانوا على السفينة؟ غير كده كل حاجة واضحة. امتى غادروا نيويورك؟ امتى تم اكتشاف السفينة؟ ايه اللي كان عليها؟ ايه اللي كان مفقود؟ لكن لحظة الاختفاء نفسها هي اللي فضلت سر، ما يعرفوش غير أفراد الطاقم ال10 بس. تخيل معايا 10 أشخاص، منهم طفلة صغيرة عمرها 2 سنين، كانوا على سفينة سليمة وسط المحيط. حمولتهم تقيلة وغالية، مفيش عواصف، مفيش حرايق، مفيش قراصنة، لكن فجأة كلهم يختفوا من غير أي أثر. واللي كان مرعب أكتر إن السفينة فضلت ماشية في المحيط لوحدها. القصة بدأت بشكل عادي جدا وطبيعي. سفينة شراعية عليها بضاعة من نيويورك لجنوة، طاقم متمرس، قبطان من عيلة بحرية عريقة. في 7 نوفمبر سنة 1872 غادرت السفينة الشراعية ماري سيليست ميناء نيويورك. رايحة لجنوة في إيطاليا. كان عليها 1701 برميل من الكحول الصناعي. 10 أشخاص، القبطان بنجامين بريجز ومراته سارة وبنته صوفيا اللي كان عندها وقتها 2 سنين، و7 بحارة. بعد شهر من الإبحار، يوم 4 ديسمبر سنة 1872 كانت السفينة البريطانية دي جراتيا في وسط المحيط. طاقمها لاحظ سفينة شراعية بتتحرك ببطء وبشكل عشوائي من غير أي اتجاه واضح. حاولوا ينادوا على السفينة بأي طريقة، إشارات مرئية، صوت بوق، حتى إنهم ضربوا مدفع صغير عشان يلفتوا انتباههم، لكن ما كانش فيه أي رد أو حركة ولا حتى علامة رفع. بعتوا مجموعة من البحارة بتوعهم على قارب للسفينة المجهولة. طلع البحارة للسفينة واستكشفوها.
لما رجعوا كان عندهم إحساس مقبض بين الخوف والارتباك. اللي لقوه من بساطته كان مرعب. السفينة فاضية تماما، لكن الأغرب إن كل حاجة على السفينة كانت سليمة بشكل غريب. الصناديق مليانة، المطبخ فيه أكل، المخازن فيها مؤن تكفي ل6 شهور، حتى هدوم البحارة كانت موجودة في دواليبهم. الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة كانت قارب النجاة، اللي كان بيبقى في العادي مربوط في جنب السفينة. لاحظوا برضو إن واحد من المضخات كان مفكوك، وإن في مية في قاع السفينة نفسها، بس مش بالكمية اللي تخوف من غرقها مثلا. ما كانش فيه للكلام ده غير تفسير واحد: الطاقم حسوا بخطر وقرروا يهربوا بسرعة. بس ايه حجم الخطر ده اللي يخلي 10 أشخاص منهم طفلة رضيعة يقرروا يخلوا سفينة سليمة ومليانة مؤن ويطلعوا لقارب صغير وسط المحيط؟ القارب ده لو بعد عن السفينة فرصة انه يقدر يرجع لها تاني شبه معدومة، وده بالظبط اللي حصل. محدش منهم عاش عشان يحكي اللي حصل. اللي اكتشفوه كمان إن السفينة استمرت في المحيط كام يوم بعد اختفاء الطاقم. الأشرع بتاعتها كانت مرفوعة بشكل جزئي، والرياح هي اللي كانت بتحركها. يعني لو القبطان بريكس كان عايز يرجع السفينة تاني بعد ما اتأكد إن مفيش خطر حقيقي يخليهم يسيبوها، كان ممكن يعملوها بسهولة بقارب النجاة. بس هو ما عملش كده، ولا أي واحد من ال7 بحارة التانيين. وده ملوش معنى غير إن الخطر اللي هربوا منه كان حقيقي جدا، وأكبر من إنهم يجازفوا ويرجعوا للسفينة تاني. أكتر من 150 سنة من البحث والتحقيق عشان يوصلوا لحل اللغز ده. نظريات كتير قوي، بس ولا واحدة صمدت للآخر. دايما بتظهر حاجة تثبت إنها غلط. يعني مثلا قالوا البخار والكحول المتطاير سبب حالة من الذعر على السفينة، فحسوا إن السفينة هتنفجر وقرروا يخلوها فورا. بس وقت التفتيش لقوا 9 براميل بس فاضية من أصل 1701 برميل، يعني نسبة صغيرة قوي. ده غير إنهم ملقوش أي أثر لبخار وقت ما طلعوا السفينة. نظرية تانية بتقول إن طاقم السفينة اتمرد على القبطان وقتلوه هو وعيلته وهربوا، بس برضه هما ملقوش أي أثار عنف أو دم على السفينة. ده غير إن القبطان نفسه كانت علاقته كويسة جدا بالبحارة بتوعه، لدرجة إنه كان واخد معاه عيلته. ولو حصل واتمرد الطاقم كان هياخدوا البضاعة القيمة اللي على السفينة، مش هيسيبوها. نظرية تالتة بتقول قراصنة، بس برضه اترفضت لنفس السبب: مفيش أي عنف أو سرقة. وبعدين القراصنة بيسرقوا البضاعة مش الناس. قالوا تسونامي، وقالوا زلزال، وقالوا وحوش بحرية هجمت السفينة، بس دايما المحصلة واحدة: مفيش ولا نظرية حلت اللغز. في تفاصيل صغيرة بتزود غموض اللغز نفسه. يعني ممكن تبقى هي حل اللغز، وممكن برضو تبقى صدفة ملهاش أي أثر. يعني المضخة المفكوكة اللي لقوها مش متعطلة، بس مفكوكة. ده معناه إن في حد فكها قاصد. يا ترى كانوا بيحاولوا يصلحوها، ولا عشان يشيلوا المية الموجودة في قاع السفينة، مع إنها ما كانتش كمية كبيرة تخوف من غرقها؟ السجل بتاع السفينة اللي لقوا إن آخر تسجيل تم فيه كان من 6 أيام قبل اكتشافها. يعني السفينة مشيت أيام لوحدها في المحيط من غير الطاقم بتاعها. التفصيل اللي تعتبر خطيرة فعلا هي إن أب وأم ياخدوا قرار إنهم ينزلوا ببنتهم اللي عندها 2 سنين في وسط المحيط على قارب نجاة صغير. القرار ده مستحيل يتاخد إلا في ظروف مرعبة بجد. لغز سفينة ماري سيليست مش مجرد قصة تاريخية مثيرة، ده لغز بيتحدى كل المنطق البشري. السؤال الحقيقي مش إيه اللي حصل لماري سيليست، السؤال الحقيقي هو إحنا فعلا مستعدين إننا نقبل إن مش كل الألغاز لازم يبقى ليها حل.
البحر مش بيسجل شهود، مفيش كاميرات، مفيش سجلات. كل اللي اتبقى سفينة فاضية وقارب نجاة مفقود و10 أرواح اختفت من غير أي صوت، والمحيط الأطلسي اللي بلعهم لسه محتفظ بسره لأكتر من 150 سنة، وممكن يفضل محتفظ بيه للأبد.